الفاير دامبر من الحاجات المهمه جدا في اي مبنى عشان اليمت انتشار الحريق والدخان داخل المبنى، ولازم الفاير دامبر بتاعي يكون معتمد من جهه قويه جدا زي اليو ال مثلا. اليو ال من اقوى الجهات اللي بتعتمد اي حاجه ليها علاقه بالفاير او السموك داخل المباني. الفاير دامبر بيتم اختباره على 4 اختبارات اساسيه، هي اختبار الفاير، ده الاختبار الاساسي اللي بيتم تعريضه لفاير لمده معينه، ساعه ونص او 3 ساعات. طبعا ال3 ساعات بيبقى اختبار اصعب بكتير، لانك لو سقطت على ساعتين 3 ساعات الا ربع هيعمل فيلير الاختبار كله. وبعد كده بيتم رش ميه بضغط عالي جدا على الفاير دامبر بعد تعرضه لدرجه الحراره دي عشان يشوف اي ديفورميشن ممكن تحصل. وبعد كده بيتم اختباره باختبارين اسهل شويه زي اختبار السايكلينج، ان هو يتاكد لمده على عدد سايكلز معينه ممكن توصل ل 250 سايكل ان الفاير دامبر بتاعي بيفتح ويقفل والحاجات بتاعته كلها بتشتغل، ما بيحصلش فيها اي مشاكل. اخر حاجه هو السان تيست، او ان هو ازاي الفاير دامبر بتاعي بيقدر يتعامل لو في عوامل جويه او اتربه او حاجه زي كده. لو تم اختباره بال4 اختبارات دي بياخد الشهاده، وبيتم مراجعه مراحل التصنيع بتاعتك داخل المصنع من 8 ل 10 زيارات في السنه عشان يتاكد ان انت ماشي بالسبيكس بتاعتك. المزيد من المعلومات عن الفاير دامبر تقدروا تشوفوا الموقع بتاعنا خضر-اي جي عشان تعرف معلومات اكتر.